بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وألف مبروك، المغرب فازت على كندا في مباراة كرة القدم في مونديال كأس العالم في قطر، وتأهلت إلى الدور السادس عشر هي والسنغال. يعني أصبح الآن في فريقين مسلمين في الدور السادس عشر، فأرجو أن احنا جميعا نلتف أو نشجع هذين الفريقين لأنهما يعبران عن المسلمين الآن في الدور السادس عشر. طبعا نقول مبروك للأمة الإسلامية، مبروك للمسلمين، ونقول مبروك لفريق الساجدين، ولا نقول مبروك لفريق أطلس، جبال الأطلس ولا أسود الأطلس، أو كما يقولون في مصر عندنا اللي ماسكين الإعلام أحفاد الفراعنة، بل نقول هؤلاء أحفاد المرابطين وأحفاد يوسف ابن تشافين، وهؤلاء هم أسود المرابطين، وليس أسود جبال ولا أسود هرم ولا أسود فراعنة ولا كل هذا الكلام التافه. فنحن لا نرتبط بجبل ولا بشجرة ولا بملك ولا بحاكم، إنما نحن نرتبط بما هو أعظم وهو الإسلام. وبما أنه ما يربطنا هو الإسلام، فأنا بدأت بهذه الصورة لهؤلاء اللاعبين والجمهور المغربي كله والأمة الإسلامية كلها كانت تؤيد هذا المنتخب وهو يلعب. فنبدأ يا جماعة بهذا الفيديو لاحتفالات بفوز المنتخب المغربي، توحدنا كأمة إسلامية. هنا طبعا نشاهد الأعلام المغربية وهي ترفع احتفالا بفوز المنتخب المغربي، ونجد هنا راية الشهداء، علم الجزائر، والهتافات فلسطين. فهذا يدل على أن كل سيكس بيكو وتقسيمنا وتفتتنا وتمزيقنا فشل الحمد لله. طبعا الزمر الحاكمة الخائنة هي التي تعمل على تقسيمنا وتفتتنا. تعالوا نشاهد. وننتقل الآن إلى قطاع غزة الذين تضامنوا مع إخوانهم في المغرب وفرحوا بهذا. تعالوا نشاهد. أيضا نذهب إلى الجزائر، بلدنا وشعبنا، بلد 1,500,000 شهيد، بل 5 ملايين شهيد. 1,500,000 شهيد قتلتهم فرنسا خلال الثورة الجزائرية. أيضا احتفلوا بفوز منتخبهم المغربي في هذه المباراة ضد كندا. تعالوا نشاهد مدينة وهران الجزائرية. كذلك أمير قطر احتفل بفوز المنتخب المغربي برفع العلم المغربي من داخل الملعب. تعالوا نشاهد. أيضا هو تصوير من زاوية أخرى لأمير قطر وهو يرفع العلم المغربي. وعقب كل هدف كان المنتخب المغربي يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. واحنا بنشاهد يعني الجماعة بتوع قوس قزح فخورين بما هم فيه، فنحن يعني حق أن نفخر بما نحن فيه من نعمة الإسلام والحمد لله. هنا احتفال في مدينة العيون المغربية. تعالوا نشاهد. والله لا برافو، والله لا برافو. فمن مدينة العيون المغربية نقول نحن شعب واحد ونحن أمة واحدة، لا نعترف بالتقسيمات اللي فرنسا عملتها ورسموها، لا نعترف بالتقسيمات اللي عملوها سيكس بيكو في العراق والشام إلى غير ذلك من هذه التقسيمات والخونة الذين يحاولون التحريض بين المسلمين وبعضهم البعض. هنا حضراتكم مدير المنتخب المغربي، وطبعا هو فرحان بالفوز يعني. هنا الناشط التركي محمد أردوغان
كتب على تويتر: باركت لأخ مغربي بتأهل منتخب المغرب في كأس العالم، قلت له: رفعتم رؤوس المسلمين. فرد بالقول: قطر هي التي رفعت رؤوس المسلمين، ربي ينصرها وينجيها من كيد الأعداء. ما أجمل هذه المشاعر الصادقة بين شعوب الدول الإسلامية، اللهم وحدنا وذل الخونة الذين بيننا، اللهم آمين. هنا في الBBC: المغرب يفوز على كندا ويتأهل لدور ال16. وفي الواقع كأس العالم هذا فيه مجموعة من الأمور الجيدة. يعني السعودية فازت على الأرجنتين ولكن للأسف لم تتأهل لدور ال16. تونس الحمد لله فازت على فرنسا ولكن للأسف لم تتأهل إلى دور ال16. الحمد لله السنغال تأهلت لدور ال16، والمغرب الحمد لله تأهلت إلى دور ال16.